فيلمنا النهاردة بيبدأ بوودي وهو بيدور على الطاقية بتاعته وبيروح لباز وبيقوله ياخد باله من كل اللعب علشان أندي هياخده معاه في المعسكر الصيفي. باسم منه بيطلب من كل اللعب إنهم يساعدوه يدوروا على الطاقية، وهما بيدوروا الديناصور بيشغل التلفزيون بالغلط وبيظهر إعلان على الشاشة لراجل لابس زي فرخة وبيقول إنه صاحب محل ألعاب كبير. بعدها وودي بيلقى الطاقية وبيجي كلب أندي ويلعب معاه شوية، وودي بيبقى مبسوط جدا. بس فجأة ماما أندي بتندى عليه وبتقول له يجهز علشان هيمشي كمان 5 دقايق. أندي بيجمع كل لعبه وبيبدأ يلعب، لكن وهو بيلعب بوودي دراعه بيتقطع من غير قصد. وقتها أندي بيزعل وبيقول لمامته إنه مش هياخده معاه، وودي بيتصدم جدا وبيتحط على الرف لوحده وبيحس بالحزن الشديد، مش بس علشان دراعه اتقطع لكن كمان علشان مش هيروح معسكر أندي. بازن وأصحابه بييجوا يواسوه بس هو بيبقى زعلان جدا. وفجأة وهو سرحان بيصحى على حركة غريبة وبيلاقي لعبة جديدة واقفة قدامه، وكانت اللعبة اللي على الرف اسمها ويزي. ولما وودي شاف ان ماما أندي بتبدأ تبيع الخردة اللي في البيت اتخض جدا وخاف على اللاعب اللي حواليه، فقام نادى على باقي اللاعب وقال لهم يستخبوا بسرعة. وفعلا بتدخل ماما أندي وبتبدأ تجمع شوية لعب علشان تبيعهم في سوق الخردة، ومن بين اللعب اللي خدتهم كانت ويزي. ساعتها وودي قرر ينقذها ونادى على كلب أندي وخرج من الأوضة ونزل معاه على السلم وخرج بره البيت وراح على المكان اللي بيتباع فيه الحاجات القديمة، وكان باز وباقي اللعب بيراقبوا كل اللي بيحصل من الشباك. وودي يقدر يوصل لويزي وحطها على ظهر الكلب علشان يرجعوا بيها، بس وهو راجع وودي وقع من على الكلب من غير ما يحس. وفي اللحظة دي جه راجل من الناس اللي بيشتروا الخردة ولقى وودي على الأرض وفضل يبص عليه وهو مبهور وفرحان جدا، وعرض على ماما أندي إنه يشتريه ب$50، لكن هي رفضت وقالت له لا، واخدت وودي منه وحطته في صندوق. بس الراجل ده كان عنده نية تانية، فقام شتت ماما أندي وفتح الصندوق من وراها وسرق وودي ومشي على طول. باز كان شايف كل حاجة من فوق فنط بسرعة من الشباك وجري ورا عربية الراجل وقدر يوصل لها، بس للأسف ما قدرش ينقذ وودي. وودي بيقع من العربية وبتقع معاه ريشة فرخ. ساعتها باقي اللاعب بتتجمع وبيبدأوا يرسموا شكل الراجل اللي خطف وودي، بس ما حدش بيعرفه لحد ما باز بياخد باله من حاجة وبيطلب منهم يرسموا نفس الراجل بس وهو لابس بدلة فرخ. وساعتها بيعرفوا إنه نفس الراجل اللي كان بيظهر في إعلان محل الألعاب، فبيفتحوا التلفزيون وبيعرفوا مكان المحل من الإعلان وبيقرروا إنهم يروحوا هناك علشان ينقذوا وودي. وبيخرج باز ومعاه الديناصور والخنزير والبطاطساية والكلب وبيبدأوا رحلتهم من بيت أندي وبيكون المنقب لسه جوه الكرتونة وبيفرح جدا لما وودي بيظهر وبيبان على وودي إنه مش فاهم أي حاجة من اللي بيحصل، خصوصا لما يلاقي إن تشيسي والمنقب والحصان عارفين اسمه من غير ما يعرفهم. وقتها بيبدأ المنقب يشرح لوودي إنه مش أي لعبة، لا ده لعبة نادرة جدا وليها قيمة كبيرة، وبيوري له كل الحاجات اللي كانت معمولة علشانه من زمان زي الكتب والمجلات والألعاب والمجسمات. ساعتها وودي بينبهر جدا من اللي بيشوفه وبيبقى مش مصدق إن كل ده متعلق بيه، وبيفرح أكتر لما يعرف إن كان في مسلسل كرتون معمول له زمان، وبيبدأ يلعب بالحاجات دي مع تشيسي والحصان وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا مع بعض وبيبقوا مبسوطين جدا. لكن المنقب بيقول جملة بتخلي وودي يقف كده لحظة، بيقول له إن المجموعة كده اكتملت أخيرا وساعتها هيقدروا يسافروا اليابان علشان يتعرضوا في متحف كبير هناك. بس ساعتها بيبان على وودي إنه اتضايق وبيشرح لهم إنه ما يقدرش يروح لأنه لازم يرجع لصاحبه أندي وباقي أصحابه من اللعب، وبيكون واضح عليه قد إيه بيحبهم. تشيسي بتتضايق جدا وبتعيط وبتقول له إنها مش عايزة ترجع تاني للمخزن لأنها عاشت سنين محبوسة هناك ومش قادرة تتحمل ده تاني. وبيشرح المنقب كمان إن من غير وودي المتحف مش هيشتري المجموعة، يعني كلهم هيضيعوا. وبرغم كده وودي بيرفض وبيقرر يرجع لأندي، ووقتها بيسمعوا صوت الراجل صاحب محل الألعاب وهو داخل البيت، فبيرجعوا بسرعة كلهم أماكنهم علشان ما يبانوش إنهم بيتحركوا. بتروح تشيسي بعيد وهي متضايقة جدا، وساعتها الحصان كمان بيبقى زعلان وبيمشي وراها، وبيبقى وودي قاعد لوحده حاسس بالذنب ومش عارف يصدق مين، لحد ما بيرجع الراجل اللي هيصلحه وبيبدأ يشتغل على ذراعه وبيصلحه بدقة وتركيز شديد لدرجة إنه بيستعمل أدوات صغيرة جدا وبيستخدم عدسات مكبرة وهو لابس الجوانتي الأبيض. ولما بيخلص وودي بيرجع زي الجديد تماما وبيفرح جدا إنه بقى سليم تاني، لكن في نفس الوقت بيبقى في صراع جواه بين إنه يسافر مع المجموعة ويعيش في المتحف ولا يرجع لصاحبه أندي. وفي اللحظة دي المنقب بيحاول يقنع وودي إن أندي هيكبر وهيجي وقت مش هيهتم بيه فيه ولا هيحب اللعب زي زمان، وإن مكانه الحقيقي هو المتحف. لكن وودي ما بيبقاش مقتنع بالكلام ده وبيفكر في أصحابه وبأندي، وساعتها بتبدأ المغامرة تكمل معاه. وكانت بتحبها جدا، بس لما كبرت بدأت تهتم بحاجات تانية ونسيتها وركنتها على جنب. وفي
الآخر تبرعت بيها لأي حد. وساعتها جيسي اتحبست في الكرتونة لسنين، فبتقوله إنها مش عايزة تعيش نفس التجربة دي تاني، علشان كده عايزة تروح المتحف، على الأقل هناك هتكون مهمة ومش هتطركن تاني. الكلام ده بيلمس قلب وودي وبيبدأ يفكر من جديد، هل فعلا لما أندي يكبر هينساه؟ هل المتحف هيكون مكانه المناسب؟ في الوقت ده باز المزيف بيكمل مع باقي الألعاب وبيدخلوا المخزن اللي ودي محبوس فيه وبيلاقوا وودي، وساعتها الكل بيكون فرحان وبيطلبوا منه يرجع معاهم لأندي، لكن وودي بيقول لهم إنه مش راجع وإنه قرر يروح المتحف مع جيسي والحصان والمنقب. ساعتها باز المزيف طبعا بيحاول يتكلم، بس باز الحقيقي بيوصل وبيخرج من العلبة وبيتصدموا كلهم إن اللي معاهم كان مزيف. وساعتها وودي بيشوف قد إيه أصحابه تعبوا علشانه وإنهم خاطروا بحياتهم علشان يرجع معاهم، فبيتراجع عن قراره وبيقرر يرجع معاهم فعلا. وبيوصل الراجل اللي خطفه وودي للشقة وبيكون معاه الشنطة اللي فيها باقي الألعاب وبيجهز علشان يسافر بيهم. باز وأصحابه بيجروا بسرعة وبيتنططوا فوق الشنط والأسانسير. العربية بتتحرك ناحية الطيارة وودي لسه ما أنقذش جيسي، لكن باز ما بيستسلمش وبيجري هو وبولس على الحصان بكل سرعته. بيلحقوا العربية في آخر لحظة وودي بينط جواها وبيلاقي جيسي فعلا جوه الشنطة وبيفكها وبيساعدها تطلع، لكن المفاجأة باب الطيارة بيبدأ يتقفل وبيجري وودي وجيسي بأقصى سرعتهم وبيجري بسرعة ناحية فتحة عجلات الطيارة، لكن وهو على وشك يقع بيوصلوا أصدقائه وبيجي باز ومعاه الحصان وهم كلهم بيتنفسوا الصعداء. بيرجعوا للبيت وودي بيبقى حاسس إنه أخيرا رجع لمكانه الطبيعي مع صاحبه أندي، وبيقرر إنه مش هيخاف من إنه يتقطع أو يتكسر، لأن أهم حاجة عنده دلوقتي إنه يكون موجود علشان صاحبه ويعيش كل لحظة وهو بيسعده. وبيخلص الفيلم واللعب كلهم متجمعين في الأوضة مبسوطين وفرحانين. الملخص ده بصوت عامر محمد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناة فيلم مختصر على يوتيوب، وبس كده، سلام.